السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديجو، شركة دي ديزاين. احنا فين؟ احنا في موقع جليم بالاسكندرية. الشقة دي تم تطويرها بالكامل بمصطلح احلال وتجديد. الشقة دي على باقة ايه؟ الشقة دي على باقة برستيج. عندنا ترتيب الباقات سريعا: بيزك، ستاندرد، برستيج، في اي بي، رويال بلس، وكريستال. هنتكلم عن الشقة دي تالت يوم لينا فيها النهارده. زي ما حضراتكم شايفين خلصنا التعديلات المعمارية، لسه السايت ما تهندلش الى طريقة اكتر من كده. لسه السادة السباكين نازلين النهارده. لسه اول شغل لينا فعلي النهارده بدءا من اعمال التاسيسات. اي موقع بناخده بيواجهنا فيه تحديات. التحديات اللي واجهتنا في الموقع ده حاجتين: اول حاجه البرايفسي والويستد اريا. هنتكلم ازاي تغلبنا عليها بدءا من البدايه خالص. البرايفسي اول حاجه، بدءا من باب الشقه. دخلنا من باب الشقه، فتحنا باب الشقه، اصبح لو ما عملناش التعديل المعماري الحيطه دي، اصبح ان دخل باب الشقه شاف الشقه بالكامل واهل البيت هم قاعدين في البيت. فعملنا الحيطه دي وهنحط هنا مكان للكونسول. طب انا كضيف او كحد داخل باب الشقه خلقت عكس الحركه، فبالتالي انا ما شفتش اهل البيت وهم قاعدين. معانا على الجزئيه اللي على الشمال، معايا هنا جزامه، معايا هنا باف، معايا هنا البوفيه. طيب هنخش بقى في الريسبشن. طريقه الفرش عملناها ازاي في الريسبشن. الريسبشن ده مربع، فاحنا بالتالي ما ينفعش احط الانتريه والركنه كده وهنا اماكن التلفزيونات، مش هتبقى انسب حاجه. طب احنا عملنا ايه؟ ما حطينا مكتبه التلفزيون في النص، سليم، حاجه ديكوريه شكلها حلو، وتخدم على الانتريه وتخدم على الركنه وتخدم على اللي قاعد في المنطقه دي. 3 زون معانا. طيب هنتكلم هنا معانا في الحته دي الويستد اريا، حته واخده كيرف. هنعالجها ازاي؟ هنعالجها هنا، هنطلع برخام، هنوصل هنا كهرباء، هنحط هنا زرع. وشوفوا حضراتكم بقى الزرع مع الشمس ما يضرب في الزرع هيدي فايبس حلو جدا اللي قاعد في الشقه. سبيشالي هنا موجود معانا ان الجار امامنا مباشره، مسافه ضيقه، فالحته دي برضو فتحه الشباك مش احسن حاجه. طيب هنخش بعد كده على مطبخ. طيب المطبخ احنا كبرنا شويه من الريسبشن وحطينا هنا ستورج دي هيتحط فيها النيش، هيبقى شكله كويس جدا جنب الكافي كورنر اللي هنا جنب السفره في المكان ده. التحدي الثاني اللي واجهنا في الشقه دي زي ما حضراتكم شايفين ان الشقه 2 ليفل. 2 ليفل، خدنا الريسبشن بالكامل على المستوى الواطي وخدنا الحته دي على المستوى العالي. الشقه اصبحت على شربين: شرب المنسوب العالي وشرب المنسوب المنخفض. نخش بعد كده على المطبخ. وسعنا المطبخ، لسه طبعا بيتم التكسير فيه واعمال السباكه بالكامل. كسرنا المطبخ ووسعناه وعملنا ايلاند في النص. اصبح دلوقتي لو انا عندي ضيف بره، اهل البيت بيتحركوا براحتهم داخل الشقه وياكلوا على الايلاند بحيث ان الضيف ما يجرحهمش. طب انت ليه ما فتحتش مطبخ امريكان يا هندسه في الشقه دي؟ هيصبح عندنا ريسبشن 3 زون والمطبخ كله مفتوح على بعضه، مش هيبقى فيه برايفسي ومش هياخدوا راحتهم اهل البيت موجود. هنتكلم النهارده على تقسيمه المطبخ. معانا اول حاجه على الشمال هنا ثلاجه، معايا ديب فريزر، معايا هنا غساله اطباق. السيركل بتاع ست البيت في المطبخ. هنا معانا الحوض، غسلت الاكل هنا، خدته سويته على مكان البوتاجاز، ثم خدته من مكان ثلاجه، خدت الاكل هنا غسلته، حطيته على سويته في الاكل، خدته من هنا طلعته لشباك المناوله اللي معمول في المطبخ لمكان السفره. طيب معايا ضيف بره، خلاص يبقى انا معايا ايلاند في النص، اصبح ان برايفسي تمام معايا. هنتكلم في حته تانية ان الشقه دي كانت في البدايه خالص معايا مكان العداد بره خارج شباك الالوميتال، فانت بتاخد الكارت من بره شباك الالوميتال تشحنه. لا احنا عملنا ايه هنا؟ خدنا تحت الحوض، طبعا اسسنا الفلتر، خدنا تحت الحوض الحتتين دول هيتحط فيهم العداد تحت اليونت، ست البيت تشحن بيه من هنا. اصبح ان هي مش محتاجه تطلع تشحن من بره عشان الموضوع بيبقى مزعج جدا. طب ده يا هندسه الشكل ده هيبان؟ لا، هنا الحوض هيتقفل من هنا، اليونت هتقفل من هنا، كل الشكل ده مش هيبان. طبعا اسسنا الفلتر ولسه اعمال السباق الكهرباء لسه ما دخلناش فيها، والسباكين النهارده اول يوم شغل ليهم، ودي محصله ثالث يوم شغل: يومين تعديلات معماريه ويوم تاسيسات سباكه. وان شاء الله تشوف الشقه دي اما تخلص على خير. شكرا.